شجاعة شاب يمني تنقذ فتاة من عملية اختطاف في ولاية ميشيغان الأمريكية، وإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ما القصة؟ التفاصيل نرويها ببساطة. أثناء انتظارها لحافلة المدرسة في مدينة هامتريك تعرضت فتاة للاختطاف من قبل شخص مجهول كان يرتدي قناعا على وجهه. وفق معلومات متداولة فإن الخاطف أجبر الفتاة البالغة من العمر 16 عاما على الصعود إلى سيارته قبل أن يلوذ بالفرار. تمكنت السلطات الأمنية بعد بلاغات من الأهالي من تحديد هوية المشتبه به بعد تصرف سريع من الشاب عبد الرحمن أبو حاتم داخل محطة وقود بالمدينة. الشاب الذي كان في المكان لاحظ نظرة خوف على وجه الفتاة عندما طلبت بالإشارة المساعدة ليقوم بإخفائها داخل المحطة ويبلغ الشرطة بشكل فوري.